أعلنت شبكة بي إن سبورت في بيان رسمي اعتزامها بث أهم مباريات نجم منتخب مصر محمد صلاح مع طرابزون سبورت في الدوري التركي الممتاز لكرة القدم مباشرة وحصريا عبر شبكة قنواتها. وأوضحت الشبكة أن نقل مباريات محمد صلاح مع طرابزون التركي سيبدأ اعتبارا من 15 أغسطس الجاري ضمن تغطيتها لمنافسات الدوري التركي الممتاز. وأكدت الشبكة أن أبرز مباريات طرابزون سبورت ستكون متاحة للمشتركين عبر قنوات الشبكة، بالإضافة إلى منصة تو داي باي بين سبورت التي تتيح متابعة المنافسات الرياضية عبر الوسائط الرقمية. ويفتتح طرابزون سبورت مشواره في الموسم الجديد من الدوري التركي بمواجهة قاسم باشا يوم السبت 15 أغسطس في مستهل مشوار الفريق بالمسابقة. وكان محمد صلاح قد انضم رسميا إلى صفوف طرابزون سبورت التركي يوم الخميس الماضي بعدما وقع على عقد مع النادي التركي يمتد لمدة عامين في صفقة حظيت باهتمام كبير. وفي الوقت نفسه أثار فاتح تيكي المدير الفني لطرابزون سبورت حالة من الغموض بشأن موقف محمد صلاح من المشاركة في مواجهة فريق قاسم باشا في ظل عدم حسم موقف اللاعب من الظهور في المباراة الافتتاحية للموسم. وتترقب الجماهير الظهور الأول لمحمد صلاح بقميص طرابزون سبورت، خاصة بعد الإعلان عن انتقاله إلى الفريق التركي وسط اهتمام كبير بمشاركته في الدوري التركي خلال الموسم الجديد.